يا اهلا وسهلا، عاملين ايه؟ الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن 5 حاجات بتمنعنا ان احنا نمارس ونعيش حالة الرضا. طيب نعيشها ازاي؟ راجعوا الحلقة اللي فاتت عشان هي مهمة وهنبني عليها كلام كتير عشان تلموا الموضوع. طيب اول حاجة من الحاجات اللي ممكن تساعدنا ان احنا نمارس حالة الرضا هو تعريفنا لرضا. يعني ايه رضا؟ لو رجعت الحلقة اللي فاتت هتلاقي ان مفاهيم كتير مغلوطة عن نفسك، عن قدرتك، عن استطاعتك، عن مفاهيمك عن القضاء والقدر، خلط ما بين التسليم والاستسلام. فكل المفاهيم دي بتشتت مفهوم الرضا في دماغك. ابسط مفهوم ممكن نحطه على الترابيزة المعنى الرضا هو حالة من القبول للي بيحصل، الصبر على اللي بيحصل لانه مش شرط يبقى عاجبني ابدا، وفي نفس الوقت الاجتهاد والسعي لتغيير الحال، اني بعمل اللي عليا وانا مؤمن انه ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، وان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. استحضار لشويه معاني وشويه احوال وشويه قواعد بمشي عليها. القبول، والقبول لا يعني الموافقه ابدا، لانه لو انا موافق معناه ان انا مش هتحرك فمش هغير، لكن القبول معناه تمام، الحمد لله ده حال دلوقتي، تمام هصبر عليه وامارس عادة الصبر، اجتهد للتغيير. بس تغيير ايه بقى؟ ايه اللي في ايدك وايه اللي مش في ايدك؟ دي تاني حاجة. اول حاجة تعريف، يعني ايه الرضا اصلا جواي، واني اظبط التعريف. تاني حاجة هيوديني اللي هو عرف ايه اللي في ايدك وايه اللي مش في ايدك. يعني اللي في ايدي اغيره افكاري تجاه اقدار الله، مفهومي عن الرضا زي اللي عملناه في اول نقطة، مشاعري في استقبالي للاقدار بتاعه ربنا سبحانه وتعالى. لما قلنا المرة اللي فاتت احنا المشاعر ممكن نكون بنستقبل اقدار ربنا بالخوف، بالتشكيك، بالشك، بالرعب، بالغضب، ازاي يحصل، مش عارفة ايه، بالترفيس. دي واحدة من الحاجات اللي ما قلناهاش، ودي هتبقى النقطة الثالثة اللي هنتكلم عنها. انه انا حالة الترفيس بتاعتي والمشاعر بتاعتي مشاعر كلها نضاره سوداء، انا بستقبل قدر ربنا بنضاره سوداء. يا نهار ابيض، طب ده احنا في ازمه اقتصاديه دلوقتي، الدنيا كلها مولعه، ايه اللي جاي، ايه اللي هيحصل، طب الدولار بيعلى، طب اليورو مش عارفه بيعمل ايه، طب الذهب جراله ايه، طب الاكل إيه؟ تشكيك تشكيك تشكيك. فالثوابت اللي انت بتقف عليها والتعريف اللي انت بتقف عليها بتهزك، فبتخليك مش عارف تستحضر الافكار السليمه، فلابس نضاره مش مظبوطه. طب هو انت في ايديك تغير الاقتصاد؟ لا. طب انت في ايديك تنزل سعر الدولار؟ لا. طب احنا في ايدينا ان احنا لو ما توفقناش في حاجة نغيرها وننجح فيها، في ايديا اسعى. لكن لو الحاجة الامر واقع محتاج ارضى، اصبر على اللي حصل، اجتهد لتغيير ايه بقى؟ ايه اللي في ايدي؟ افكاري، مشاعري، بوابات مشاعري، سلوكياتي تجاه هذا الامر. فاللي في ايدي هو كل ما يخصك. فهنا تستحضر انه ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. ايه اللي في انفسهم؟ استقبالك، التعريف اللي في دماغك، القيم والمنظومه القيميه اللي انت ماشي عليها، مشاعرك، استقبالك. هل انت مشكك في اللي بيحصل؟ يعني مش شاكك في مين اللي ماسك المنظومه اصلا ماشيها ازاي، شاكك في اللي حواليك، خايف غضبان من اللي بيحصل. فالبوابه بتاعتك يبقى اول حاجه عشان ما تتوهوش مني التعريف. بنعيد صياغة التعريف وبنحط فيه الثوابت اللي أقف عليها واحفظها عن ظهر قلب، إني أمرن نفسي على القبول، والقبول لا يعني الموافقة. أمرن نفسي على الصبر، والصبر بالتصبر، والحلم بالتحلم، بمرن نفسي عليهم. وفاهم إن المنظومة دي مقترنة بالاجتهاد والسعي على تغيير تاني حاجة اللي هو في إيديا، أفكاري ومشاعري وسلوكياتي، وإني أجنب نفسي استنزاف طاقتي في تغيير اللي مش في ايدي. البشر، الاقدار، الظروف الاقتصادية، المجتمع الظالم اللي انا ضحيته، ده مش في ايدي، بتحرق بنزين على الفاضي. لكن اللي في ايدك انك تغير استقبالك وافكارك وتعريفاتك وقيمك، تستحضرها وتحييها. فدي تاني حاجة، ركز اللي في ايدك تشتغل عليه وتجتهد وتسعى فيه. الناحية التانية بتسلم الامر
لصاحب الامر، هنا التسليم يجي. يبقى هنا الاستسلام اتحط، السعي هنا اتحط. وهنا ما ينفعش تستسلم، تجتهد وتستعين بالله في انه يعينك انك تجدد من افكارك ومشاعرك وسلوكياتك، وهنا تسلم الامر لله. دي تاني حاجة. تالت حاجة، ودي نقطة مهمة جدا، انت بترفس ولا مش بترفس؟ لو الترفيس حاجة أساسية عندك، ده هيمنعك من النية، انك متأكد. ودي النقطة الثالثة، انت نيتك بجد انك ترضى، ولا انت مفهومك عن الرضا انك لازم تفضل ترفس عشان لازم تفضل تسعى علشان تغير من الامر. فمفهوم الترفيس عندك راسخ كده جواك، لانه اقترن بمفهوم السعي ومفهوم انك ما ينفعش تستسلم. فبالتالي انت دخلت اللي في ايديك مع اللي مش في ايديك، فده خلاك ما ينفعش ترضى، ودخل في تعريفك الاولاني عن الرضا باني ما ينفعش اقبل باللي حصل، وما ينفعش اوافق، عشان لو وافقت انا هقعد بط بلدي مش هعمل حاجة. وهو في الحقيقة لا. واحدة من أساسيات الرضا هو إنك يبقى عندك النية الحقيقية لترك الترفيس، وإنك تستسلم لقدر الله وتجتهد فيما تملك وتترك ما لا تملك. فتأكدوا من إن نيتكم حقيقية في التغيير وفي الرضا. في الرضا إنه عندي نية صادقة في الرضا وتعديل ما يجب تعديله. رابع حاجة، وهي راجع هويتك. أنت مين؟ هل إلهك هو هواك ونفسك، ولا إلهك الله سبحانه وتعالى؟ وهنا لازم تظبط في المعوقات تعريفك عن القضاء والقدر، وإنه أنت فعلا مش رب نفسك، وأنك لك رب. وده لما هيتظبط، وإنه إلهك ما يبقاش هواك ولا على مزاجك، وإنك عمال تحارب عشان أنت عايز الرسمة تحصل بالشكل ده، أنت عايز الموضوع يمشي بالشكل ده. فهنا أنت مش مسلم إن في قائد ورب لهذه الحياة، وإنه ليه أقدار وليه نظرة وليه حكمة، فسبحانه مالك يتحكم في ملكوته. دي حاجة مش في تفكيرك، انت شايف ان ده ملكوتك وانت بتقرر فيه وترسم فيه. فهنا انت دخلت معركة عنيفة جدا. فهنا راجع هويتك. النقطة الخامسة، وهي ضبط الأفكار. ازاي اغير افكاري؟ ما انا هاجي بقى على الحاجات اللي في ايديا اغيرها. ازاي اغير افكاري في استقبالي لاقدار الله، وازاي امارس الرضا، وازاي امارس الصبر، كل الكلام اللي انت عماله تقوليه لنا ده، من خلال انك تركز على ألطاف الله. فين ألطاف الله في الموضوع؟ إنك تعيد النظر. كل ابتلاء بينزل في حاجة كويسة بتحصل معاه تخليك عارف تصبر، مش زي ما انت متخيله، مش زي ما انت راسم السيناريوهات في دماغك. في حاجة حلوة بتحصل، ناس بتظهر، ناس بتساعد، فرج من حيث لا تحتسب، اللي هو تبات نار وتصبح رماد زي ما احنا قلناها. لا، انت بتبقى مركز على النضاره، اللي هو الموضوع ما حصلش زي ما انا عايز، الموضوع ما عجبنيش، الموضوع فالامر بيبقى شديد قوي. عشان كده انت ما بتبقاش عارف تظبط افكارك، لان تركيزك على اللي ما عجبكش، تركيزك على ازاي يحصل كده، الكلام اللي انت بتقوله اللي احنا قلناه، انا ما استحقش، انا ما يحصليش، مش المفروض، كل الافكار دي. لكن لما بتبدأ تظبط البوصلة بتاعتك على انك تعدد ألطاف الله وتعدد التيسيرات اللي حصلت لك برغم العسرة، وانه في حاجات كده غريبة مش عارف هي بتحصل ازاي، بس هي بتحصل. لما تركز على ده اللي بيحصل في اللحظة دي، انك بتبدأ تنتبه وتغير بوصلتك. فده يظبط الزاوية اللي بعدها، النقطة الخامسة، وهي المشاعر. بتبدأ تعدل زاوية مشاعرك. ما انت لو افكارك كلها متوجهة لتعداد ألطاف الله والأبواب اللي اتفتحت، ولا يغلب عسرا يسرين، وإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وانت عمال تنبش على الحاجات دي، وهي حاجة مش سهلة والله، هي حاجة فعلا صعبة انك تغير استقبالك، لكن بالتمرين زي ما احنا قلنا، الصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. انت بتمرن نفسك طول ما انت مركز زاويتك. فلما تبقى افكارك اتغيرت، بالتالي بوابات مشاعرك هتتغير، لان ساعتها هتبقى مستشعر اللطف وشايف، وبتغصب عينيك، بتغصبها حرفيا على انها تشوف هذا الخير اللي ربنا سبحانه وتعالى مقدره لك. طيب، النقطة السادسة، وهي انك تجدد نيتك بالرضا عن ربنا سبحانه وتعالى.
سيدنا أبو بكر سئل عن انت راضي عن الله ولا لا، فقال انا ارضى عن الله. قال له احنا كل يوم بنقول رضينا بالله ربنا وبالاسلام دينا. جدد هذه النية، جدد هذه النية وانت بتظبط هويتك، وجدد هذه النية وانت بتظبط نيتك واصلاح نيتك في انك ترضى، مش تقرفص عشان انت شايف نفسك كده بتسعى. جدد نيتك وانت بتظبط تعريف الرضا والقبول بقضاء الله وقدره، فانك ترضى عن الله وترضى عن اقدار الله سبحانه وتعالى. لو انت ظبطت الحاجات دي كلها، تعريف، النية، ايه اللي في ايدك وايه اللي مش في ايدك، ظبطت افكارك وخليك نفسك مركز على الالطاف، ظبطت مشاعرك وبوابة مشاعرك في انك بتمرن نفسك على الصبر، بتمرن نفسك على القبول، ما تبقاش نظرتك التشكيك ونظرتك التخوين ونظرتك الغضب والترفيس. لا، دي بوابات جديدة من المشاعر فيها رحمة بنفسك وبالاخرين وبحياتك كلها، فانك تجدد النية بانك ترضى عن ربنا سبحانه وتعالى. كل دي منظومة لو بدأت تمسك ورقة وقلم وتعدلهم، أوعدك بتغيير وحالة رضا بإذن الله.